كنت أعيش مشكلة مزعجة. كنت أتعرق كثيرا في وسط المؤخرة وبين الفخذين والمنطقة الحساسة. تتجمع الرطوبة، وتظهر الحكة، وتنتشر الرائحة الكريهة، وتسبب إحراجا وقلقا. أكثر ما كان يؤذي هو نمو الفطريات في هذه المناطق، وما يتبع ذلك من حساسية وحكة. جربت المراهم ومزيلات العرق، ولم تمنحني الراحة. أحيانا تزيد الحساسية وتجعل الوضع أسوأ. بدأت أبحث عن حل بسيط ومن دون مواد كيميائية، ووجدت فكرة سهلة خدمتني كثيرا. استعملت شريطا قطنيا على شكل حرف V. ركبت زاويته في الخلف داخل الملابس الداخلية، بحيث يمر الشريط وسط المؤخرة، ومن الأمام يتفرع إلى اليمين واليسار بين الفخذين والمنطقة الحساسة. ربطت الأطراف بعقد لأتمكن من فك الشريط وغسله بسهولة. كانت النتيجة واضحة منذ أول استعمال. القطن يمتص الرطوبة بالكامل، يقلل الاحتكاك كثيرا بشق المؤخرة وبين الفخذين. تختفي السخونة، تختفي الرائحة الكريهة، الراحة تظهر فورا، والأهم أنه يمنع نمو الفطريات في المناطق الحساسة. تصبح الحركة خفيفة، وتزيد الثقة بالنفس، بدون مواد كيميائية، وبدون مراهم، وبطريقة طبيعية وبسيطة. الطريقة سهلة، ويمكن لأي شخص تجربتها. الشريط القطني نظيف، ويمكن غسله بسهولة وإعادة استعماله. شاركت هذه التجربة لكي يستفيد أي شخص يعيش نفس المشكل ويجد حلاً عملياً ومريحاً.